ايه هو الستيج تيون اصلا وايه الارقام دي؟ بص، ستيج في التعديل يعني حزمة القطع اللي هتركبها في الموتور للتعديل وزيادة القوة. فكل حزمة او باكج ليها تعديلات معينة وبالتالي قوة معينة. طيب تعالى نتعمق شوية ونشوف ايه هي الاستيجات اصلا. اولا عندنا ستيج زيرو، وده يعني ستوك. العربية بتكون بحالة المصنع بدون اي تعديلات في المحرك اطلاقا، زي معظم العربيات اللي بتشوفها في الشارع عادي. ندخل على اللي بعده، ستيج 1، ودي بداية اللعب الخفيف في الموتور. بتبدأ تركب فلتر رياضي لتحسين دخول الهواء للموتور، وبتلغي علبة البيئة أو آخر جزء من الإكزوست اللي يسمى بالكات لتحسين خروج هواء أو غاز العادم. بس خليني أقول لك حاجة، ستيج 1 معتمدة أكتر على السوفت وير تيونينج. انت ما بتعدلش قطع كتير في العربية، بس بتحسن أداء عربيتك بتعديل سوفت وير الموتور من خلال كمبيوتر العربية اللي بتعدل فيه نسب البنزين للهواء ووقت الاحتراق وتفاصيل تانية كتير ما تهمناش قوي دلوقتي.